قصتنا النهاردة حقيقية، بعتها عمرو مصطفى. القصة بعنوان جيران المطرية. بسم الله، نبدأ حكاية جديدة. أنا عمرو، أكبر إخواتي، عندي 19 سنة، في أولى كلية حقوق جامعة عين شمس، وعندي أخ وأخت. قاسم 16 سنة، وعلياء 10 سنين. والدي الأستاذ مصطفى مدرس أول لغة عربية في مدرسة ثانوي، وماما ست طيبة زي أغلب أمهاتنا قاعدة في البيت. كنا عايشين في منطقة شعبية في شبرا الخيمة، بس بابا قرر إن احنا ننقل للشقة اللي احنا فيها دي في المطرية، وده علشان كذا سبب. أولهم وأهمهم إن الشقة الجديدة أوسع من القديمة، 5 أوض وصالة وحمامين، يعني كل واحد فينا كان ليه أوضة، ودي حاجة ممتازة. تاني سبب علشان نبقى قريبين من تيتا، وخصوصا إن جده توفى من 5 سنين. العمارة كانت على شارع عمومي و5 أدوار، احنا كنا ساكنين في الدور الثالث بالظبط. كل دور كان فيه شقتين، وفي خلال 2 بالظبط كانت كل الشقق اللي موجودة في العمارة سكنت، ما عدا الشقة اللي قدامنا، كانت على طول مقفولة محدش بيفتحها. لحد ما في يوم كنت راجع من الجامعة هلكان وتعبان، دخلت العمارة وطلعت، لقيت باب الشقة اللي قدامنا مفتوح. رحت ناحية الباب وبصيت، لقيت فيه راجل وست كبار في السن، ومعاهم 2 رجالة وصاحب العمارة عمو ممدوح. أول ما دخلت لقيت الست بصت لي من فوق لتحت، قالت لي: نعم، أنا جاركو في الشقة اللي قدامكو دي، والشقة دي كانت دايما مقفولة، فلما لقيت الباب بتاعها مفتوح كان عندي فضول بس أعرف مين اللي هنا أو إيه اللي حصل، معلش سامحيني. توقعت إن هي هترد تقول لي لأ عادي ولا يهمك، لقيتها بصت الناحية التانية وما كلمتنيش. عمو ممدوح أنقذني بصراحة من الإحراج اللي كنت حاسس بيه. ازيك يا عمرو، وأخبار بابا إيه؟ الحمد لله. طب ما تنساش تسلم عليه وعلى إخواتك. قلت له إن شاء الله. كنت بكلمه وأنا باصص على الراجل والست اللي واقفين جوه. قال لي: دول الأستاذ جمعة ومراته، لو حصل نصيب هيبقوا جيرانكوا الجداد إن شاء الله. ابتسمت وأنا برحب بيهم. أهلا وسهلا يا عمو، احنا هنتشرف طبعا إن حضرتك هتسكن جنبنا والله. لقيت الراجل هز دماغه وابتسم لي ابتسامة سخيفة كده. حتى الحاج محمود لاحظ الطريقة اللي عاملوني بيها، قال لي: ما تنساش تبعت لبابا السلام. قلت له: إن شاء الله يا عم. خدت بعضي وطلعت من الشقة، كنت عامل زي اللي حد دالق عليا جردل مية ساقعة وقتها. فتحت باب الشقة بتاعتنا ودخلت، وكالعادة كنت بدور على ماما فين. أول ما دخلت لقيتها قاعدة في المطبخ، كانت بتحضر الغدا. سلمت عليها ووقفت أرغي معاها زي كل يوم، كنت بحكي لها على كل اللي بيحصل في يومي، وهي كانت متعودة إنها تسمع وترغي معايا وتهزر. في وسط ما احنا كنا واقفين بنهزر ونضحك، سمعنا صوت هبدة شديدة كانت جاية من بره. ماما بصت لي وقالت لي: ايه الهبد ده؟ سبتها وطلعت لباب الشقة وبصيت من العين السحرية، لقيت الحاج ممدوح بيحاول يقفل باب الشقة اللي جنبنا. تقريبا الباب كان معلق، ما هو مقفول بقاله فترة طويلة. فضل يخبط فيه لحد ما قفل معاه، وبعدها نزل على السلم وكان بيتكلم مع الراجل العجوز، ونزل وراهم الراجلين اللي كانوا موجودين معاهم. بس الست العجوزة كانت باصة ناحية شقتنا، كأنها متأكدة إن أنا ببص عليهم من العين السحرية. فضلت واقفة بتاع حوالي نص دقيقة بص على باب الشقة بتاعتنا، وبعد كده أخدت بعضها ونزلت على السلم وهي عينيها ما اتشالتش من على الباب. في اللحظة دي لقيت أمي بتحط ايديها على ظهري وبتسألني: هو في إيه؟ قلت لها: الشقة اللي قدامنا. قالت: الشقة اللي قدامنا فاضية. قلت لها: لا، ما هي خلاص هتتسكن اهي. وبدأت أحكي لها على كل اللي حصل من الراجل والست وردهم عليا. قالت لي: سيب الجيران في حالهم، مادام هما مش عايزين حد يخش حياتهم خلاص براحتهم، شيل ده من ده يرتاح ده عندك. هزيت دماغي وقلت لها: على رأيك، احنا مالنا، احنا في حالنا وهما في حالهم. على بالليل لقيت بابا جه، قعدت ارغي معاه وهو بياكل وحكيت له اللي حصل. قال لي: مش كل الناس عندها استعداد انها تتعامل مع الناس، فبلاش احنا نفرض نفسنا على حد. قلت له: ماشي.
وفعلا عدت الأيام، يوم ورا التاني ورا التالت، وبقينا نشوف صناعية داخلين مع الراجل الكبير. فعرفت إنهم خلاص خدوا الشقة وبيوضبوها، شهر كامل بيوضبوا فيها لحد ما سكنوا فعلا قدامنا. كان احتكاكهم بينا قليل قليل لدرجة إن احنا ما كناش بنشوفهم ولو حتى صدفة. وفي يوم كنت راجع من الجامعة، لقيت الست شايلة شنط تقيلة ما كنتش عارف فيها ايه، بس طبعا لما شفتها شايلة الشنط ومش قادرة تشيلها عرضت عليها ان انا اساعدها. في الاول ما رضيتش، بس لما اصريت ان انا اشيل الشنط واني لازم اساعدها وافقت. شلت الشنط اللي كانت مليانة ازاز منظفات، واستغربت من الكمية. الست دي جايبة كمية كبيرة قوي من المنظفات، بس قلت انا مالي، يمكن لانها ست كبيرة فبتشتري كل حاجتها مرة واحدة. عموما انا ماليش دعوة. حطيت الشنط على باب الشقة ورحت على شقتي، بس وانا بفتح الباب لقيتها طلبت مني ان انا استنى شوية. وفعلا وقفت على باب الشقة وهي فتحت باب شقتها ودخلت. الفضول خلاني اقرب ناحية باب شقتها، ومديت راسي بالراحة وبصيت عليها من جوه. لقيت الشقة الإضاءة بتاعتها ضعيفة وكان طالع منها ريحة منظفات كتير. مسحت الشقة كده بعناية وشفت حاجة استغربت منها. شفت خيال واقف ورا باب أوضة من الأوض. خيال شاب صغير واقف ورا الباب، بس كان باين منه لبسه. كان لابس جلابية بيضة قصيرة وواقف. بيني وبينك أنا خفت، مين ده وبيعمل إيه في شقة الناس دي؟ رجعت ناحية السلم لما حسيت إن الست قربت تيجي. طلعت الست وادتني شوكولاتة كتعبير عن شكرها إن أنا ساعدتها يعني. أخدت الشوكولاتة وشكرتها، وشفت إن دي فرصة كويسة إن أنا أفتح معاها أي كلام. وسألتها سؤال مباشر، قلت لها هو حضرتك عايشة مع عمو جمعة لوحديكوا؟ بصت لي بصة أنا ما فهمتهاش وراحت رازعة الباب في وشي. إيه الناس دي؟ الناس دي غريبة جدا، مش مفهومين. هل هم كويسين ولا مش كويسين؟ الله أعلم. خدت الشوكولاتة ودخلت الشقة، ولقيت ماما كالعادة في المطبخ. دخلت ووقفت أرغي معاها وأدوق الأكل اللي هي عاملاه. كانت بتحمر كفتة وأنا واقف عمال آكل. قالت لي بقولك إيه، أنت كده هتخلصت الكفتة ومش هنلاقي حاجة نتغدى بيها. حذرت معاها شوية وبعدين قلت لها بصي، أنا هديك رشوة بس تسيبيني آخد كمان واحدة. قالت لي رشوة إيه؟ طلعت لها الشوكولاتة. هو أنت من إمتى بتشتري حلويات؟ قلت لها لا أنا ما اشتريتهاش، وحكيت لها على الموقف اللي حصل بيني وبين الست دي. قالت لي بص، ما تاخدش منهم حاجة وما تحاولش تحتك بيهم مادام هما مش عايزين، وما تبقاش فضولي زيادة عن اللزوم وتسأل الناس أسئلة ملكش فيها، ممكن يكونوا بيتضايقوا من كده. قلت لها ماشي، أنا بعد كده يا ست مش هرد عليها السلام. وسبت لها الشوكولاتة ودخلت غيرت هدومي وقعدنا نتغدى. وعدى الوقت لحد ما بابا جه من الشغل. كنا متعودين ان احنا ما بننامش غير لما نشوفه، نقعد نهزر ونضحك معاه. وفعلا عدى الوقت وبابا دخل ينام وانا كمان دخلت انام، بس ودني لقطت صوت خبط جاي من الحيطة اللي جنب سريري. انا عارف ان الحيطة دي موجودة بين اوضتي وبين اوضة من اوض الشقة اللي موجودة قصادنا. الخبط كان منتظم زي ما يكون حد بيخبط بنغمة معينة. قفلت ايدي وخبطت على الحيطة 3 خبطات، وبعدها سمعت 3 خبطات زيهم، فخبطت على الحيطة 5 خبطات، وجالي 5 خبطات برضو. هو مين ده؟ خبطت بعدها بس ما كانش فيه اي صوت رد عليا. خبطت تاني وتالت وما كانش فيه اي اجابة. استغربت، والموضوع فعلا كان واخد تفكيري، مين اللي بيخبط عليا؟ بس لما ملقتش اجابة نمت. وكان يوم زي الزفت، حلمت احلام غريبة، ما كنتش لا مرتاح في النوم، وصحيت اكتر من 4 مرات. كنت بحلم بشاب متكتف في السرير وبيحاول يفك نفسه. الغريب في الحلم ان انا كنت شايفه بس هو ما كانش شايفني. وصحيت تاني يوم تعبان وجسمي واجعني ومصدع، وكان مزاجي مش حلو. دخلت المطبخ صبحت على ماما، وكالعادة لقيتها واقفة بتحضر فطار. تحس ان والدتي حياتها كلها في المطبخ. اول ما شافتني قالت لي مالك؟
قلت لها أنا تقريبا ما نمتش وطول الليل بحلم أحلام غريبة. أحلام إيه؟ قلت لها أنا كنت بحلم بشاب محبوس في قفص حديد وكان بيحاول يطلع. لقيت أمي وشها اتغير وحسيت إنها متضايقة أو مخضوضة، فعرفت إنها كانت متضايقة علشاني. أخدتها في حضني وقلت لها ما تقلقيش أنا كويس، ده كان كابوس وعدى، وبعدين اعملي حسابك أنا هفطر معاكي. سبتها ودخلت الحمام. أخدت تقريبا في الحمام ربع ساعة وطلعت لقيت أمي مشغلة قرآن ومولعة بخور. ضحكت قلت لها إيه يا ستي، هو أنت بتحضري عفريت ولا إيه؟ بصيت لي وضحكت. طب يلا 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 عشان نفطر سوا. فطرنا سوا وشوية وصحابي كلموني، كانوا عايزين نقعد معاهم شوية على القهوة، وفعلا غيرت هدومي ونزلت لهم. فضلت قاعد على القهوة لحد الساعة 11 تقريبا، وبعدها رجعت البيت قبل ما بابا يروح. كنا بنحب نقعد معاه قبل ما ننام، بس ماما كانت متغيرة، فيها حاجة كده مش مظبوطة، بس ما كانتش عايزة تبين ده. أمي لو مش عايزة تقول حاجة والله لو عملت لها إيه مش هتقول. عدى اليوم وقعدت مع بابا وهزرنا، ودخل بابا ينام ودخلت أنا كمان علشان كان عندي محاضرات تاني يوم الصبح بدري. أول ما دخلت على السرير وخلاص هبدأ أروح في النوم سمعت 3 خبطات على الحيطة، رديتهم ب3 خبطات. سمعت بعدها 5 خبطات، فرديت ب5 خبطات، وبعدها الصوت اتقطع. كنت مستغرب من اللي بيحصل، طب هو مين اللي بيخبط عليا وعايز ايه؟ فضلت دماغي شغالة كده لحد ما رحت في النوم. انا معرفش انا نمت قد ايه، بس حلمت حلم غريب. حلمت ان انا نايم في اوضتي وعلى سريري، وفجأة لقيت شاب عنده حوالي 22 سنة كده، لابس جلابية بيضة قصيرة وواقف في الأوضة. كانت ملامحه هادية وشكله طيب. قرب عليا وانا نايم، برغم ان انا كنت نايم بس كنت شايفه، ما تسألنيش ازاي. قرب وشه من وشي وفجأة وشه اتحول، جلد وشه اختفى وعظم وشه كان باين زي ما يكون موميا. الدود كان بيمشي على وشه وكان شكله مرعب لدرجة ان انا كنت بترعش وانا نايم. وبعد ما وقف وبص في وشي حوالي دقيقة عدت عليا زي ما تكون سنة من كمية الرعب والخوف اللي انا كنت حاسس بيهم. فجأة لقيت الشاب ده طاير في سقف الأوضة ودخل في الحيطة اللي جنب سريري. قمت من النوم مفزوع مع عيدان الفجر، قعدت على السرير وانا مرعوب وبترعش. مرة واحدة سمعت صوت جاي من بره، ركزت في الصوت لقيته حقيقي، دي مش تهيؤات. قمت من على السرير بتاعي بالراحة وانا بتسحب، فتحت باب اوضتي وبدأت اتمشى بالراحة. كان الصوت جاي من الحمام. اتحركت ناحية الحمام ولسه بقرب من الباب لقيت الباب اتفتح لوحده. انا عايز اقولك ان مع فتحة باب الحمام دي حسيت ان قلبي وقف من الرعب. لقيت امي هي اللي خارجة من باب الحمام، واول ما شافتني اتخضت. انت واقف كده ليه؟ قلت لها مفيش، صحيت على صوتك وانت داخلة فقمت اشوفك. بصت لي بصة كده، عرفت انها عرفت ان انا بكذب. خدتني من ايدي ورحنا للصالة. انت ايه اللي صحاك؟ قلت لها صحيت على الصوت اللي انت كنت عاملاه. قالت لي عمرو انت من امتى بتكذب على امك؟ انا امك يا واد، يعني لو كدبت على الدنيا كلها مش هتقدر تكذب عليا. ايه اللي صحاك؟ بيني وبينك انا عارف ومتأكد ان انا مش هقدر اكذب عليك، وكمان انا عايز احكي اللي حصل ده لاي حد. انا حاسس ان انا هستريح لو حكيت. انا حلمت حلم غريب، حلم صحاني من النوم وانا مفزوع، وخصوصا ان في حاجة غريبة حصلت امبارح والنهاردة مش لاقي لها تفسير. انا لما بدخل سريري بسمع خبط جاي من الحيطة، ولما برد على الخبط ده بسمع خبط زيه تاني. وحلمت ان انا نايم في اوضتي، بس شفت شاب كان قد كده او اكبر شوية، كان واقف معايا في الأوضة وبعدها دخل في الحيطة. بصراحة انا مش مستريح للجيران دول، وحاسس ان الموضوع فيه حاجة غلط. هي ايه؟ انا مش عارف. لقيت امي بصت لي وبعدين قالت لي انا هحكي لك على حاجة، المفروض انك كبير وعاقل وهتفهم انا عايز اقول لك ايه.
لما حلمت انت امبارح الحلم، انا كمان حلمت حلم شبهه. كنت بحلم ان انا واقفة في اوضتكو انت وآسف، وشفت الواد او الشاب اللي انت بتحكي عنه ده كان واقف قدام السرير وانتوا نايمين قدامه. الشاب ده كان واقف في نص الأوضة، وكان لابس الجلابية البيضة إياها، وعمال يتهز يمين وشمال وهو بيقول حاجة أو كلام أنا ما فهمتوش. أنا ما كنتش واقفة في الأوضة، أنا كنت نايمة على سريري، بس كنت شايفاكوا. ولما صحيت وحكيت لي اللي حصل كنت خايفة ومرعوبة، بس قلت ده ممكن توارد خواطر، علشان كده مرضتش أحكي لك علشان ما تخافش. بس المرعب بقى بجد، والحاجة اللي ما يتسكتش عليها، إن الحلم اللي انت حلمته ده أنا كمان حلمته. حلمت بكل حاجة فيه زي ما حصلت. الواد كان واقف قدامك وبيبص على وشك، وحلمت بيه لما دخل في الحيطة. فضلنا ساكتين كده حوالي دقيقة مش عارفين نقول ايه. بس ماما قالت لي ساعتها لما النهار يطلع أنا هروح عند جدتك أسألها، وأكيد هي عندها تفسير، الناس الكبيرة دي عارفة كل حاجة. وسابتني ودخلت أوضتها، وأنا دخلت أوضتي علشان أنام. بس أنام مين؟ أنا ما كنتش عارف أنام إزاي بعد ده كله؟ كنت مرعوب. عدى عليا الليل بطيء، بس على الساعة 5:30 كده رحت في النوم. ما صحيتش غير الساعة 11 تقريبا، ومش أنا اللي صحيت، ده أنا صحيت على صوت أمي وهي بتصحيني. فتحت عيني لقيتها بتقولي إنها رايحة عند تيتا وهتاخد عليها معاها. قلت لها طب استني أنا هغير هدومي واجي معاكي. تيتا كانت ست كبيرة وعجوزة، كانت معدية ال80، بس الحق يتقال كانت عافية ما شاء الله عليها. كانت بتخدم نفسها بنفسها، وساكنة قريب مننا، زي ما تقول كده بتاعة ربنا. عمرها ما فوتت فرض، وكانت حافظة القرآن كله ما شاء الله عليها. أول ما دخلت أخدتني في حضنها وادتني فلوس، عادتها من وأنا عيل صغير. بعد ما سلمنا عليها وشربنا الشاي، ماما قالت لها إنها عايزاها في كلمتين ضروري، ودخلوا الأوضة وقفلوا على بعض. بعد نص ساعة طلعت ماما من أوضتها وقالت لي ادخل كلم جدتك عايزاك. دخلت لقيتها قاعدة على السرير. قربت منها، بص يا عم، أنا عايزاك تحكي لي على كل اللي حصل بالظبط من غير ما تكذب أو تنسى حاجة. فعلا بدأت أحكي لها على كل حاجة، من أول ما قابلت الست والراجل دول لحد الحلم اللي حلمت بيه امبارح. تيتا قعدت تفكر شوية، وبعدين قالت لي أنا عايزاك تفرد جسمك جنبي وتحط راسك على رجلي. وبدأت تقرأ آيات من القرآن. أول ما بدأت تقرأ لقيت نفسي مصدع جامد وجسمي واجعني، وحرارة جسمي تحس إنها اترفعت. تيتا وقفت قراية وندهت على ماما وقالت لها بقولك إيه، أنا محتاجة إن عمرو يبات عندي يومين وإن شاء الله هيبقى كويس. ماما بصت لي علشان تاخد رأيي، وطبعا أنا وافقت. أنا طول عمري بحب البيات عند جدتي، خصوصا إن البيات عند تيتا معناها خروج وفسح وسهر. وفعلا اتفقت مع تيتا إن أنا هوصل ماما وارجع لها. وصلت ماما وخدت معايا طقمين وغيارات داخلية وعلى تيتا على طول. أول ما وصلت غيرت هدومي وقعدت معاها شوية، وقبل ما أدخل أنام لقيت تيتا بتقول أنا عايز أقولك على حاجة، ادخل اتوضى وهات إزازة مية من التلاجة وتعالى. فعلا عملت كده وجبت لها الإزازة. قربت الإزازة من بقها وبدأت تقرأ آيات معينة بصوت واطي. وبعد ما خلصت قراية قالت لي أنا عايزاك تدخل تصلي ركعتين لله بنية الحفظ، وبعدها عايزاك تشرب الإزازة دي وتدخل تنام، ولما تصحى تحكي لي انت حلمت بإيه. قلت لها ماشي. دخلت الأوضة اللي متعود أنام فيها عند تيتا، وفردت سجادة الصلاة وصليت ركعتين لله بنية الحفظ، وشربت إزازة المية كلها ودخلت على السرير شوية ورحت في النوم. حلمت حلم غريب أوي. حلمت إن أنا واقف في حتة زحمة، زي ما تكون ميدان عام وفي ناس كتير، ناس رايحة وجاية والدنيا زحمة والناس عمالة تخبط في بعضها. بس أنا كنت واقف مكاني ما بتحركش، الناس هي اللي عمالة تتحرك من حواليا وأنا واقف مكاني. كنت حاسس بإحساس غريب، حاسس بغربة، وإن الناس اللي رايحة وجاية دول مش شايفيني.
الناس دي كان لونهم رمادي، كل الناس لونهم رمادي ما عدا شاب كان جاي من مكان بعيد أوي، جاي من آخر الميدان، كنت شايفه بالألوان، وباقي الناس شايفهم رمادي زي ما قلتلك. فضل الشاب ده يقرب مني بالراحة، والناس رايحة جاية عمالة تخبطني وتخبطه، وهو معلق عينيه في عيني. حاولت اتحرك له او اقرب عليه، بس ما كنتش قادر اتحرك، زي ما اكون مشلول او جسمي مش تحت سيطرتي. فضل يقرب يقرب، كان شبه الشاب اللي شفته في حلمي، بس اول ما قرب لي بصلي بصة طويلة، وراح مادد ايده ومسكني من ايدي وبدأ يتمشى بيا. في الاول كنا ماشيين مع بعض بالراحة، وبعد كده مشيته بدأت تزيد، وبعدها المشي ده اتحول لجري. كنا بنجري بسرعة، وفجأة الجري اتحول لطيران، كان ماسكني من ايده وطاير في الجو. فضلنا طايرين لحد ما وصلنا المكان انا عارفه كويس، مكان شفته في الفترة الأخيرة دي كتير. فضل طاير لحد ما وصلنا لبيتنا. دخلنا بيتنا واحنا طايرين لحد ما وصلت للدور بتاعنا، ودخلنا شقتنا. شفت بابا وماما كانوا نايمين، وعليا نايمة في أوضتها، وبعدها دخلت أوضتي. طرنا من فوق قاسم واستقرينا على سريري اللي بنام عليه، وفجأة لقيت الشاب ده مد ايده وبدأ يخبط على الحيطة. أول حاجة 3 خبطات ورا بعض، وبعدها 5 خبطات. كنت بشوفه بيخبط وأنا خايف ومرعوب، وفجأة مديت ايدي وخبطت على الحيطة زي ما هو خبط، وبدون أي مقدمات لقيته مسك ايدي ودخل في الحيطة، وأنا دخلت وراه. لقيت نفسي فجأة واقف في أوضة من أوض الشقة اللي قصادنا، الأوضة اللي الحيطة بتاعتها في ظهر سريري. كانت أوضة فاضية إلى حد ما فيهاش غير صالون قديم شوية. بدأت أطير في الهوا ودخلت أوضة من الأوض ال3. كنت حاسس إن جسمي هو اللي بيتصرف مش أنا. الأوضة دي كان فيها صندوق إزاز، أيوة زي ما سمعت، أوضة فيها صندوق إزاز. قربت بالراحة للصندوق وبدأت أبص على اللي موجود جوه، علشان ألاقي المصيبة. أنا شفت الشاب الصغير ده نايم في التابوت الإزاز، وكان غرقان في سائل غريب كده، ريحته كانت قوية. قربت وشي من اللي نايم في الصندوق ده، لقيته عبارة عن هيكل عظمي نايم في الصندوق. وفجأة وبدون أي مقدمات لقيت باب الأوضة اتفتح ودخل منه بني آدم. ملامحه ما كانتش باينة في الأول، إنما لما فضل يقرب عرفته. ده اللي اشترى الشقة، عم جمعة. دخل الأوضة وفضى شوية سائل كده من جيركن كان موجود على الأرض، وولع بخور وطلع بره الأوضة. وبدون أي مقدمات لقيت نفسي بتشد زي ما أكون حتة حديدة وبتتشفط من مغناطيس كبير. رجعت على الأوضة اللي موجودة في بيت تيتا. أول ما رجعت وروحي خبطت في جسمي صحيت من الخضة وجريت على تيتا. لقيتها صاحية، كانت بتجهز علشان تصلي الفجر. بصت لي كده وهي بتضحك وقالت لي ها حلمت بإيه؟ قعدت جنبها وحكيت لها على كل حاجة في الحلم. فضلت ساكتة وبتسمعني. بص يا واد يا عمرو، احنا لازم نبلغ البوليس عن جيرانكوا دول. انا كده بقيت متأكدة ان شقتهم فيها حاجة مش مظبوطة، وعلشان ما يبقاش الموضوع في اي مساءلة انا هتصرف. ادتني فلوس وقالت لي روح اشتري لي خط تليفون جديد. خدت بعض ونزلت واشتريت خط تليفون مش متسجل بعقد، كانوا بيتباعوا كتير في المنطقة عندها. طلعت وانا معايا الخط واديته لها، وانا مش عارف هي عايزة تعمل بالخط ايه، ولا كنت عارف هي ناوية على ايه. كل اللي كنت عارفه ان تيتا دي دماغها توزن بلد. حطت لها الخط في الموبايل وقالت لي كلمني الشرطة. اول ما اتصلت بالشرطة قالت لهم انا ست وحدانية ومعدية 80 سنة، وسامعة صوت بره في الصالة، في حرامي موجود عندي وانا مش عارف اعمل ايه، وخايفة اصوت يخش عليا الأوضة ويقتلني، انا قافل عليا الباب من جوه. واديتهم عنوان الناس اللي ساكنين جنبنا. جريت انا على البيت ووقفت في البلكونة، كنت ببص على العربيات اللي رايحة واللي جاية، مستني عربيات الشرطة تيجي. وفي اقل من 10 دقايق لقيت عربيات الشرطة جت، خبطت على الشقة اللي قصادنا وفتحت لهم الست العجوزة.
الضابط فضل يتكلم معاها شوية، وبعدين شك إن في ريحة مش طبيعية. دخلوا علشان يشوفوا إيه، واكتشفوا المصيبة. عم جمعة ومراته حاطين جثة متحللة في صندوق إزاز، والجثة دي بتاعت بني آدم. طبعا الشرطة قبضت على عم جمعة وبدأوا يحققوا معاه علشان يكتشفوا المصيبة. عم جمعة كان ليه ابن وحيد اسمه علاء، ما خلفش غيره. وفي يوم علاء ده عمل حادثة كبيرة وتوفى، ودخل المستشفى وكان جثة. طبعا طلعوا قرار بدفنه، وفعلا اندفن علاء بمعرفة الشرطة، واتقفل المحضر وتأيد ضد مجهول، لأنهم ما كانوش عارفين مين اللي خبط علاء بالعربية. بس عم جمعة ما عجبوش اللي حصل ده، وحس انهم خدوا ابنه منه غصب عنه، وانه لازم يتصرف. اخد 2 رجالة وراح على المقابر، وقدر ان هو ينبش القبر ويطلع جثة علاء وياخدها معاه. كان بيحط لها محاليل معينة علشان الجثة ما يطلع لهاش ريحة وما تتحللش، وعلشان هو ما كانش محترف ما قدرش يحافظ على الجثة واتحللت وبقت هيكل عظمي. بس ده ما خلاهوش يتنازل عن الفكرة المجنونة دي، بالعكس ده خلاه يتمسك اكتر بالفكرة ويصر عليها. وفضلت جثة علاء موجودة معاهم لمدة 3 سنين كاملة، بيعاملوها كأنها فرد من العيلة، ومعتبرين علاء عايش ما ماتش. وفضلوا على الحالة دي لحد ما ربنا بعت رسالة اتمثلت في حلم حلمته، وهو اللي خلاني سبب علشان احرر جثة علاء ويدفنوها تاني. اتحفظوا على عم جمعة ومراته وحطوهم في مكان خاص بكبار السن واللي محتاجين حد يرعاهم. ورجعت الشقة اتقفلت تاني، والحمد لله مفيش لا أحلام ولا كوابيس، ومن غير أي خبط على الحيطان. ويريد ربنا إن أكون السبب في تكريم بني آدم حتى بعد وفاته. ربنا يرحم علاء، وكمان يرحم عم جمعة ومراته اللي ما استحملوش. أول ما أخدوا منهم جثة علاء ما كملوش أسبوع وماتوا هما الاتنين، وسابولنا ذكرى فضلت عايشة معانا فترة طويلة، ذكرى اسمها جيران المطرية.